مصحفك عليه تراب بقاله سنة ومكسوف تفتحه دلوقتي عشان حاسس انك كنت بعيد ومحرج من ربنا. ساعات الشعور بالذنب بيبقى حبل بيشدنا لورا بدل ما يدفعنا لقدام. بنبقى خايفين نفتح المصحف ونواجه تقصيرنا، وبننسى ان ربنا الكريم بيدينا الأمان وبيسترنا عشان يدينا فرصة نرجع له. الخوف الحقيقي إننا نفضل نأجل العودة لحد ما نلاقي العمر جري بينا. في كتالوج أمنية بنتعلم إن القرآن صاحب، والصاحب الوافي ما بيعاتبش على الغياب، هو بيفرح بس بالرجوع ومستنيك في أي وقت. ربنا سمى نفسه الغفور لأنه ببساطة عايزك ترجع. السر المرة دي إنك تقرأ بقلبك مش بس بلسانك، لأن معرفة القلب هي اللي بتتحول لإيمان وسكينة. آية واحدة تفهمها وتعيش معانيها وتكون طبطبة لروحك أحسن بكتير من ختمة سريعة سلق بيض من غير روح وعقيدة. خلي قراءتك المرة دي بحث عن رسالة ربنا ليك انت وسط زحمة الدنيا، لأن القرآن هو الرسائل اللي ربنا بيبعتها مخصوص عشان يطمنك ويرجعك ليه. افتح مصحفك، دي رسالة ربنا ليك النهاردة، ولو محتاج رسالة دافية تطمن قلبك كل يوم تابعنا.